ريال مدريد يوجه أنظاره نحو التعاقد مع البرازيلي روبرت رينان. استفتاء الكاردياني لأفضل لاعب ذو باص نجم ريال مدريد يتفوق على مبابي في 2023. بديل ألبا المثالي ليفربول يهدد صفقة الريال الكبرى في 2024. بالتفاصيل صفقة تبادلية مثيرة بين ريال مدريد وتشيلسي في 2024. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات عن إقامة السوبر ليج. وإذا كنت من عشاق النادي الملكي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الأخبار فور نزولها. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ريال مدريد يوجه أنظاره نحو التعاقد مع البرازيلي روبرت رينان. كشفت تقارير صحفية عن اسم جديد ظهر على طاولة إدارة الملكي وذلك لتدعيم صفوف الفريق. ويسعى الريال للتعاقد مع قلب دفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذلك من أجل تعويض دافيد ألبا الذي تعرض لقطع بالرباط الصليبي ووفقا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو. فأن الريال وضع عينه على المدافع البرازيلي روبرت رينان والذي يلعب لصالح زينيتا سانتا بودرسبورغ الروسي. وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد انتقل إلى صفوف النادي الروسي قادما من أكاديمية البرازيلية كورينثيانيز قبل عام مقابل 10 مليون يورو. وجاء التفكير في رينان بسبب أن المقابل المادي نظير التعاقد معه لن يكون كبيرا. وأيضا في بعض الأحيان كان مرشحا للانتقال نحو الملكي. استفتاء الكارديا لأفضل لاعب ذباسة نجم ريال مدريد يتفوق على مبابي في 2023. كشفت صحيفة الكارديا أنه تم اختيار جودي بيلينغهام لاعب ريال مدريد كالثاني أفضل لاعب كرة قدم في العالم 2023 خلف إيرلينغ هالاند. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه تنظم الصحيفة سنويا قائمة لأفضل 100 لاعب في العالم، يجمع بناء على أصوات 218 شخصا من بينهم لاعبين كرة قدم مثل فيليب لام وكارين كارني. وبعد العد التنازلي الذي استمر عدة أيام والذي تم فيه الكرنيين وكشف عن أعضاء القائمة شيئا فشيئا، حتى أعلنت صحيفة الكارديا أن هالاند هو الأكثر تصويتا يليه بيلينغهام وكيليان مبابي. فيعد الإسباني الأول في الترتيب هو رودريغو هرنانديز بطل الثلاثية مع السيتي والذي يظهر في المركز الخامس. وياتي فينيسيو جونيور من ريال مدريد في المركز السادس فيما ياتي ليو ميسي في المركز العاشر. كما أن غريزمان هو أول لاعب في أتلتيكو مدريد في المركز الخامس عشر. بينما هو أول لاعب في برشلونة وإلكاي جوندوغان في المركز السادس عشر. أما كريستيانو رونالدو الذي قضى العام بأكمله في المملكة العربية السعودية يدافع عن ألوان النصر السعودي هو 27. بديل ألابا المثالي ليفربول يهدد صفقة ريال مدريد الكبرى في 2024. كشفت تقارير صحفية عن صراع شرس بين فريق ليفربول وريال مدريد على ضم صفقة قوية في عام 2024. ويرغب الفريقان في تدعيم الخط الدفاعي في عام 2024 حيث يستهدف الريال ضم بديل مميز للاعبه المصاب دافيد ألابا. ونفس الأمر للريدز الذي يبحث عن بديل لماتايبو. وأكدت التقارير الصحفية أن ليفربول وريال يسعيان لضم مدافع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي غونسالو إيناسيو. وأوضحت التقارير أن الفريق البرتغالي أبدى مرونة بيع اللاعب المدافع جوناسلو إيناسيو، ولكن بمقابل 39 مليون جنيه استرليني. وارتبط المدافع المميز بالانتقال إلى الريال وليفربول في الأشهر الأخيرة. وشارك جوناسلو إيناسيو في 20 مباراة بكافة المسابقات رفقة لشبون هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف. بالتفاصيل صفقة تبادلية مثيرة بين ريال مدريد وتشيلسي في 2024. يخطط نادي تشيلسي لعقد صفقة تبادلية مثيرة مع نظيره ريال مدريد. ويرغب البلوز بإضامة أحد نجوم الفريق الملكي لتدعيم صفوفه في العام 2024. وأصبح تشيلسي مهتما بالتعاقد مع حارس مرمى ريال مدريد أندريا لونين وفقا لموقع بلانيتا ريال مدريد. وتشير التقارير أن البلوز يقترح صفقة تبادلية لحراسة المرمى مع العملاق الإسباني الصيف المقبل. يهدف تشيلسي لتقديم صفقة مبادلة حيث يبقى كباريزاب لاجا في مدريد في نهاية الموسم.
بينما سينتقل حارس مرمى ريال أندريا لونين إلى لندن كجزء من الاتفاق. جدير بالذكر أن الملكي تعاقد مع كيبا على سبيل الإعارة من تشيلسي في بداية الموسم. وتنتهي اتفاقية إعارة حارس الإسباني مع الريال بنهاية الموسم الجاري. عقوبة قوية تنتظر ناتشو في ريال مدريد. تحدث تقرير صحفي إسباني البارحة الجمعة عن العقوبة المتوقعة التي فرضها على ناتشو فرنانديز، مدافع ريال مدريد الإسباني، على خلفية الطرد بمواجهة الأمس مع ديبورتيفو ألافاس بمنافسات الدور الإسباني. وشهد لقاء الميرينغ حالة طرد مباشرة لناتشو بعد تدخل عنيف على سامو لاعب ألافاس، ليزيد معاناة فريقه في ظل إصابات عديدة يعاني منها الملكي. وبحسب صحيفة ديبورتيفو الإسبانية، فإن ناتشو قد يغيب عن المباراتين المقبلتين على إثر تدخله العنيف على لاعب أولافاسا. وأضافت أن دياز ديميريا حكم المباراة أوضح في تقريره أن ناتشو استخدم قوة مفرطة في تدخله، وكتب تدخل على الخصم من نزاع الكرة باستخدام القوة المفرطة. فأشارت إلى أن لجنة المسابقات من جانبها لم تتخذ أي قرار بإشان عقوبة ناتشو، إلا أن المدافع قد يتم إيقافه لمباراتين. الأفضل في العالم جود بيلينغهام يجاور هالاند ومبابي. سجل الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني قفزة هائلة في قيمته السوقية. تقاسم صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم رفقة النرويجي إيرلينغ هالاند هداف السيتي، والفرنسي كيليان إمبابي قائد PSG بقيمة بلغت 180 مليون يورو لكل منهم. وسطع نجم بيلينغهام مع الريال وهذا الموسم 23 إلى 24، بعد الانتقال إلى الملكي الصيف الماضي قادما من بروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو، بحسب آخر تحديثات لمنصة ترونسفر ماركيت العالمية. فإن قيمة بيلينغهام السوقية ارتفعت مرة أخرى منذ انتقاله إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بمقدار 30 مليون يورو، أي من 105 إلى 180 مليون يورو، ليتقاسم لقب أغلى لاعب في العالم مع هالاند ومبابي. الريال قادر على الجمع بين هالاند ومبابي بعد الحصول على مليار يورو من السوبرليج. كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أنه من المتوقع حصول ريال مدريد وبرشلونة معا على مكافأة لا تصدق تصل إلى مليار يورو في حال انطلاق مشروع دور السوبرليج. وكان الريال وبرشلونة الوحيدين اللذان تمسكا بفكرة دور السوبر التي تم إطلاقها في 2021، حيث قام 12 ناديا مؤسسا بالتسجيل في البداية قبل انسحاب الأغلبية. وعلى ما يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويسعى الريال في تحقيق المشروعات المتحدة. ويسعى الريال في تكوين فريق جديد يضم العديد من النجوم لقيادة الجيل الجديد للنادي الإسباني في الفترة المقبلة. وحسب ما ذكرته شبكة ريليفو الإسبانية، فأن هناك إمكانية من جانب الريال للتحرك من أجل التعاقد مع هالاند، على الرغم من أن ضم كيليان يعتبر أولوية للميرينغ في الصيف، حيث ينتظر الريال التعاقد مع مبابي بشكل مجاني في الصيف المقبل، حيث سينتهي تعاقده مع PSG في يونيو القادم. وعلى الرغم من ذلك، لأن النادي الإسباني يطمح أيضا في ضم هالاند، خاصة وأن النرويجي ترك المجال مفتوحا أمام الانضمام لصفوف الميرينغ. مشاهدينا الكرام، لقد وصلنا إلى النهاية. ادعمونا بإعجاب للفيديو.